اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. انا النهارده هعمل طريقه العيش الفينو بكل بساطه، وطريقه سهله جدا، وحاجات كلها اقتصاديه في البيت ما عندنا. نص كيلو دقيق هعمل منه. نص كيلو دقيق هعمله من غير زبادي او لبن. حاجات موجوده كلها عندنا في البيت. طبعا ده نص كيلو دقيق، 4 كوبايات دقيق، رشه ملح بسيطه، رشة بيكنج باودر. هقلبهم على بعض. زي ما قلت لكم، انا دلوقتي ضفت على ال4 كوبايات دقيق معلقه الخميره ومعلقه البيكنج باودر الصغيره ورشه الملح البسيطه خالص. ودلوقتي طبعا حطيت في العجان قوام الميه، وحطيت اللبن البودره. تمام. برضو هضيف الدقيق واحده واحده علشان ما ينطرش من العجان. وحطيت معلقه خل. هقلبه تقليبه بسيطه خالص. وحطيت بيكنج باودر طبعا علشان قوام العيش يبقى هشش معانا كده من جوه. طبعا دلوقتي حطيته في العجان عشان انتوا طبعا عارفين ان العيش بيبقى محتاج ضرب كتير. طبعا ما توقفوش نفسكم على حاجه. ما عندكيش عجان اعملي في ايديكي، ما عندكيش عجان برضو ممكن تعملي بمضرب عادي، مضرب عادي خالص، مش لازم مضرب كهرباء. في ناس طبعا بتفضل العجين بايديها اكتر. زي ما قلت لك ما توقفيش نفسك على حاجه. طبعا هضيف معلقتين الزيت وهشوف طبعا قوامه معايا على حسب محتاج ميه لسه ولا لا. وده طبعا شكل العجين بعد ما اتعجن في العجان. تمام. انا دلوقتي هاخده بقى واحطه في بوله. طبعا قوامه حلو جدا، بيمط معايا. انا مش عايزاه طبعا يكون بيلزق ولا حاجه، وحتى لو بيلزق او القوام بتاعه لسه ما. وده دلوقتي القوام بتاعه بعد ما طلعته من العجان، ما بيلزقش ولا حاجه. القوام بتاعه حلو جدا، اهم حاجه اللي هو يكون هاشش. ودلوقتي بقى هحط عليه الاسترتش. ممكن تضيفوا كيسه او الاسترتش اللي عندكم عادي، ما توقفوش نفسكم على حاجه. انا طبعا هحط الاسترتش. دلوقتي طبعا ضفت عليه الاسترتش. دلوقتي بقى هحطه نص ساعه يخمر. ممكن تضيفوا فوطه برضو لو عايزين تسرعوا الخمر شويه او حاجه، تحطوه في مكان دافي. ودلوقتي بعد ما حطيت العجين نص ساعة وخمر وضعفت الكمية، طبعا هشيل الاسترتش من عليه كده. تمام. وهبدأ طبعا اللي انا المه بايديا عشان اطلع الهوا. ما شاء الله العجينة حلوة جدا وهشة معايا. دلوقتي بقى هقطع العجين. ممكن تقطعيه على كيسة، على مفرش سيليكون الموجود عندك. ما توقفيش نفسك على حاجة. طبعا ممكن ادهن ايدي رشة زيت بسيطة. ما بفضلش الدقيق طبعا علشان بيبقى لازق في القعر شوية.
طبعا دلوقتي هعمله وارجع لكم تاني. دلوقتي طبعا قطعته معاكم. هو العجين النص كيلو دقيق طلع معايا 8 وحدات، 8 ترغيفه عيش فينو. شوفوا على حسب الرغبه بتاعتكم. انا طبعا مقطعاه ولا كبير قوي ولا صغير قوي، وسط. شوفوا انتوا بتحبوا تقطعوه ازاي. ودلوقتي طبعا بفضل ان انا اغطيه بكيسه اكتر من القماشه، علشان القماشه ما يلزقش معايا وما يدخلوش هوا. وهسيبه لمده 10 دقايق. ودلوقتي طبعا بعد ما سبته يرتاح 10 دقايق هقلبه من تحت لفوق علشان ما ينفعش. ودي شكلها بعد ما اتفردت. هبرمها كده من الجناب. طبعا هجيب صاج دهنه رشه زيت بسيطه خالص وهحطهم عليه. طبعا انا برمته هلفه جامد برضو دلوقتي معاكم علشان طبعا ما يفتحش مني. هبططه. ده الشكل الاخير بقى. لا برضو مش الشكل. وده دلوقتي بعد ما سبته رفع معايا، خمر معايا 10 دقايق. لا ايه رفع وخمر دي. طبعا ضفت معلقتين ميه او 3 على حسب القوام قدامكم برضو. دلوقتي هدهنه معاكم. في ناس بتفضله من غير سمسم وفي ناس بتحب السمسم، بس انا برضو بفضل السمسم، بيبقى فيه غذا برضو للاطفال. طبعا اللي عنده اطفال بيروحوا الحضانة او ممكن مثلا تفطروا بيه. طبعا انا مش هدهنه كله، انا هسيب نصه وهدهن نصه. ما قلت لكم حطيت معلقه نسكافيه على معلقه لبن بودره. هضيف الميه. طبعا هخلص الكميه اللي انا بعملها وهرجع لكم تاني. دلوقتي بعد ما دهنت نص الكميه اللي انا كنت بعملها، عملت نص طبعا من غير سمسم ونص بسمسم. وكنت مولعه الفرن قبليها على نار عاليه جدا، وهدخله لمده 5 دقايق. اول ما ياخد لون من تحت هوطي النار وهدخله على الشوايه لمده دقيقه. ده شكله طبعا وانا مدخلاه الفرن بعد ما حطيته في النار لمدة 5 دقايق. ودلوقتي هطفي النار من تحت وهولع الشواية لمدة دقيقة. ودلوقتي بعد ما طلعته من الفرن اخد الوش زي ما انتوا شايفين معايا. هرش عليه حبة مية ببخاخة بساط خالص وهغطيه لمدة دقيقة. ده دلوقتي الشكل الاخير بعد ما طلعته من الفرن. ريحته حلوة قوي، وريحته بصراحة كانت قلبة الدنيا، وقوامه حلو خالص، هشش من بره وقوامه حلو جدا. ودلوقتي برضو هفتحه معاكم عشان تشوفوا القوام بتاعه. انا عايزاكم تجربوا. هي مكونات كلها بسيطة من البيت. من جوه حلو قوي، شبه بتاع الافران واحسن كمان. ما تنسوش بقى تعملوا لايك وسبسكرايب. مش طبعا تعملوا لي لايك وتفعلوا الجرس وتكتبوا لي كومنت حلو. ولو في اي حاجه اكتبوا لي في التعليقات. طبعا عايزه اقول لكم على حاجه. انا طبعا لما كنت قايله لكم اللي هو طلع معايا نص كيلو 8 ترغيفه، انا بعديها ضعفت الكميه
وطلع معايا 16 رغيف. ما تنسوش بقى تعملوا لايك وسبسكرايب للقناة، وعايزاكم تدخلوا تجربوا، هو حلو قوي بجد.